I need to go now! This is urgent! Stay warm. Aim true. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ أنا أشرف إبراهيم. أهلا بكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. إن شاء الله هنتكلم في موضوع غريب ومضحك شوية، وهو كيف يقضي الإسكيمو حاجتهم في القطب الشمالي. طرق تقليدية هتفاجئكم وهتخليكم تشكروا ربنا على الحمامات اللي عندنا في مصر. لو فكرتوا في حياة الناس دي اللي عايشين في عالم من التلج والجليد، مش هتلاقوا مكان أغرب منه. القطب الشمالي ده زي الفريزر الكبير، ما فيهوش مياه جارية زي عندنا ولا ورق حمام فاخر. بس الإسكيمو دول ناس ذكية جدا، عرفوا يتكيفوا مع الظروف القاسية دي بطرق هتخليكم تضحكوا وتتعجبوا في نفس الوقت. النهاردة هنغوص معاكم في الموضوع ده، وهنحاول نفهم إزاي هم بيعملوا كده، سواء في رحلات الصيد أو في البيوت الجليدية. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم أي سؤال أو تعليق سيبوه تحت في الكومنتات وهنرد عليكم أول بأول. تمام؟ يلا خلينا ندخل في الموضوع. إيه هم الأسكيمو أصلاً؟ لو عايزين نفهم الموضوع من أوله لازم نعرف مين هم الأسكيمو دول وإزاي عايشين في القطب الشمالي. الأسكيمو أو زي ما بيسموهم علمياً الإنيويت في بعض المناطق هم شعب أصلي عايش في المناطق الشمالية الباردة جداً زي ألاسكا وكندا وجرينلاند وسيبيريا. حياتهم كلها مرتبطة بالجليد والتلج، بيصطادوا سمك وفقامات ودببة قطبية وبيبنوا بيوت من الجليد اسمها إجلو اللي هي زي الكوخ الجليدي ده. تخيلوا طول السنة التلج مغطي كل حاجة والحرارة تحت الصفر بعشرات الدرجات. يعني لو واحد مننا في مصر اللي بتشتكي من حر الصيف راح هناك هيقول يا ربي ده أنا هتجمد زي الآيس كريم. بس هم متعودين، وده اللي خلاهم يخترعوا طرق ذكية لكل حاجة في حياتهم، حتى لقضاء الحاجة. الموضوع ده مش بس غريب، ده بيورينا ازاي الإنسان ممكن يتكيف مع الطبيعة. ليه الموضوع ده مهم ومفاجئ؟ لو سألتوا نفسكوا ليه الناس مهتمين بكيفية قضاء الإسكيمو لحاجتهم، الإجابة بسيطة، لأنه زي لغز ثقافي وتاريخي بيحكي عن حياة شعب بقي يعيش في أصعب الظروف لآلاف السنين. إحنا في العالم الحديث بنفتكر إن الحمام ده أمر بديهي مع مياه وورق وكل حاجة، بس عندهم ده تحدي يومي. الموضوع ده مش بس عن النظافة، ده عن احترام الطبيعة والحفاظ على البيئة، لأنهم بيحرصوا إن ما يلوثوش المناطق اللي بيصطادوا فيها. تخيلوا لو واحد مصري راح هناك وقال يا جماعة أنا عايز حمام ساخن مش تلج بارد، هيضحكوا عليه ويقولوا تعال نشرح لك الطريقة التقليدية. ده بيعلمنا إن الحياة ممكن تكون بسيطة وفعالة حتى لو بدون تكنولوجيا. إزاي عرفنا عن طرقهم التقليدية؟ قصة معرفتنا بالطرق دي بدأت من زمان، من خلال المستكشفين والعلماء اللي زاروا المناطق دي في القرن ال19 والعشرين. مثلا مستكشفين زي روبرت بيري أو فرانكلين اللي كتبوا عن حياة الأسكيمو، حكوا عن كل تفاصيل حياتهم بما فيها اللي بنتكلم عنه النهاردة. كانوا بيلاحظوا إن الأسكيمو دول ناس نظيفة جدا رغم الظروف وما بيسيبوش أثر وراهم. في العصر الحديث العلماء والأفلام الوثائقية زي اللي على ناشونال جيوغرافيك شرحوا الطرق دي بالتفصيل، وده خلانا نعرف إنها مش عشوائية بل مدروسة ومحترمة للبيئة. الطرق التقليدية في رحلات الصيد الطويلة. خلينا نبدأ بالأساسيات. الأسكيمو دول بيقضوا وقت طويل في رحلات الصيد، يمكن أيام أو أسابيع، بعيد عن القرى. في الحالة دي ما عندهمش حمامات ثابتة، فبيستخدموا أوعية محمولة أو أكياس بدائية مصنوعة من جلود الحيوانات. يعني يقضوا حاجتهم في الوعاء ده وبعد كده يدفنوه بعيد عن المسار علشان ما يلوثوش المنطقة وما يجذبوش الحيوانات الخطرة زي الدببة. الالتزام ده واضح جدا، بيبتعدوا عن القرية واحترام أماكن الصيد ويغطوا الآثار بالثلج. تخيلوا زي لو واحد في رحلة تخييم في الصحراء عندنا، بس هناك كل حاجة تلج. الطريقة دي في المنزل الجليدي الخروج الخارجي.
دلوقتي لو هم في المنزل زي الإجلو الجليدي مفيش مراحيض داخلية خالص. ليه؟ لأن أي حفرة في الجليد هتتحول بسرعة لمصدر برد ورائحة، وقد تجذب الحيوانات. فالحل الأول بسيط: الخروج للخارج حتى في الظروف القاسية. يعني تخيلوا الطقس تحت الصفر بعشرات الدرجات وانت لازم تخرج. هنا بنقسم الحالات حسب الطقس علشان الموضوع يبقى منظم. أول حالة لو الطقس مقبول، يعني مش عاصف جدا، بيحفروا حفرة صغيرة في الثلج بعيد شوية عن السكن. بعد الاستخدام يغطوها بالثلج تاني وكأن شيء ما حصلش. أحيانا ما يلاقوش غير صخرة يجلسوا عليها زي مقعد طبيعي علشان يحميهم من ملامسة الثلج القارس مباشرة. ده زي لو واحد قال الصخرة دي أحسن من الكرسي اللي في البيت. وفي طريقة تانية أكثر بدائية: بناء حاجز من الصخور المتكامة يشكل جدار صغير يوفر خصوصية ويحمي من الرياح. ده بيبقى مكان ثابت للتخلص من الفضلات، وبعد كده تغطيتها بالثلج أو دفنها. في المواسم الأقل قسوة بيعملوا كابينة خشبية مؤقتة في الخارج. دي زي بناء خارجي بسيط من الخشب يحمي من الرياح والثلج، ومن جوه نفس المبدأ: حفرة في الأرض أو الثلج تغطى لاحقاً. ده تطوير لفكرة الحفرة العادية بس مع جدار توفر خصوصية. الطرق في الطقس القاسي: الحل الداخلي. دلوقتي لو الطقس عاصف وقاسي جدا والخروج مستحيل، خاصة في الليل الطويل المظلم اللي بيستمر شهور، هنا يظهر الحل التاني: أوعية أو أواني بسيطة داخل الكوخ، زي دلو خشبي أو معدني يستخدموه كمرحاض مؤقت وبعد كده يفرغوه في الخارج عند أول فرصة. ده زي لو واحد في عاصفة رملية عندنا في مصر، بس هناك كل حاجة جليد. الطريقة دي عملية وبتحافظ على الدفى داخل الإجلو. والمفاجأة الكبيرة إزاي يتنظفوا بعد كده. والآن الجزء اللي هيفاجئكم أكتر: بعد الانتهاء من قضاء الحاجة مفيش مياه ولا ورق حمام زي عندنا. بدل ده بيستخدموا التلج النظيف نفسه للتنظيف. أيوة، تلج بارد نظيف، أو أحيانا طحالب أو أعشاب ناعمة من الطبيعة. تخيلوا، التلج ده فعال، بيمتص ويطهر قبل ما يدوب. ليه الطرق دي صعبة؟ اللي بيخلي الموضوع أصعب إن الظروف القاسية دي مش سهلة. البرد ممكن يسبب تجمد في الأطراف لو الواحد وقف بره وقت طويل، والرياح القوية تجعل الخروج مغامرة. كمان الحفاظ على النظافة مهم علشان ما يجذبوش الحيوانات الخطرة زي الدببة أو الذئاب. العلماء بيقولوا إن الإسكيمو دول طوروا الطرق دي عبر آلاف السنين، وده جزء من ثقافتهم اللي بتحترم الطبيعة. وفي تحدي تاني: في العصر الحديث بعضهم غير لمراحيض تقليدية في البيوت الخشبية، بس في المناطق النائية لسه بيعتمدوا على القديم. إيه اللي اكتشفناه عن ثقافتهم؟ رغم التحديات، العلماء اكتشفوا إن الطرق دي مش بس عملية، بل بتعكس احترام كبير للبيئة. مثلا ما بيلوثوش المياه أو الأرض، وده ساعد في الحفاظ على توازن الطبيعة في القطب. كمان في الثقافة الإسكيمو الموضوع ده مش تابوه، بل جزء طبيعي من الحياة، وبتعلموه للأطفال من صغرهم. في أفلام وثائقية حديثة زي اللي عن حياة الإنويت بيوروا إن الطرق دي لسه موجودة في بعض القرى رغم التغييرات. وإيه اللي ممكن نتعلمه في المستقبل؟ العلماء لسه عندهم أمل إنهم يدرسوا الثقافات دي أكتر علشان نفهم إزاي الشعوب الأصلية تكيفت مع المناخ. مع تغير المناخ القطب الشمالي بيدوب، وده ممكن يغير الطرق دي. كمان فيه اهتمام بتطوير تقنيات جديدة للنظافة في المناطق الباردة مستوحاة من الإسكيمو. يعني الموضوع ده مش بس تاريخي، ده ممكن يساعدنا في فهم البيئة بشكل أفضل. في النهاية، كيفية قضاء الإسكيمو لحاجتهم في القطب الشمالي مش بس طرق تقليدية، ده زي درس في التكيف والاحترام للطبيعة. من الحفر في التلج للأوعية الداخلية والتنظيف بالثلج، الموضوع ده مليان مفاجآت. لحد دلوقتي هم بيحافظوا على تراثهم رغم التغييرات. ولو عندكم سؤال عن الموضوع أو عايزيننا نناقش حاجة معينة عن الثقافات الشمالية، سيبوها في الكومنتات وإحنا هنحاول نجاوب عليها في الحلقات الجاية. يلا خلينا نشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.